افضل مكان ممكن تروح عليه تعمل تجاره الكترونيه، تعمل فليب للبضاعه. اذا انت جاي جديد وحابب مثلا تشتري اثاث مستعمل، هذا افضل خيار لإلك، خيارك الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم فيديو جديد على الجودويل، هذا المكان للبضاعة المستعملة. أفضل مكان ممكن تروح عليه تعمل تجارة إلكترونية، تعمل فليب للبضاعة. إذا أنت جاي جديد وحابب مثلا تشتري أثاث مستعمل، هذا أفضل خيار لإلك، خيارك الأول. عندهم ملابس، عندهم أثاث زي ما راح نشوف كمان شوي، راح عندهم ألعاب للأطفال، راح أفرجيكم كثير شغلات مميزة عندهم. تعالوا معي، بتمنى من الكل يعمل لايك وسبسكرايب إذا عجبكم الفيديو، وليتس جو. طبعا جودويل تأسس عام 1902، منظمة الجودويل اللي هي الفاونديشن تاعتهم، وكان أول ستور بنفتح في مدينة ميامي في فلوريدا عام 1959. كان أول ستور بفتح للجودويل. طبعا هذا المكان الشيء المميز فيه إنهم وظفوا تقريبا 60 ل 65% من الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة. عدد كبير منهم لا يتكلموا اللغة الإنجليزية. طبعا هو كثير ممتاز اللي حابب مثلا يفوت في الريتيل. أغلبية اللي بيجوا هون بنتقلوا لشغل آخر، بكون عنده خبرة بالريتيلز ستور، بروحوا على الوالمارت، بروحوا على الريتيلز ستور ثانية. مجرد ما اخذوا خبره هون كثير منيحه. Yes, sir. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. You both have a good day. Appreciate it. هلا احنا هذا الدونيشن اعطانا الريسيت انه انا عملت دونيشن في البضاعه اللي معي. هو مش كثير مهم، بس في بعض الناس يعني انه تطلب ريسيت. راح نفوت جوا. احنا حاليا في باركينج لوت، بدنا نروح على الستور جوا ونشوف ايش في عندهم شغلات ميزات، شو اهم الاسرار اللي ممكن تعرفها جوا، لانه مش اي حدا بيعرف شو اسرار الجودويل، كيف تحصل على خصومات جدا عاليه. تعالوا هذا كله راح نشوفه جوا. طبعا احنا هلا هون حاليا جوا الستور. 95% من او 90% من البضاعه اللي موجوده هون او من البضاعه المتبرع فيها هي ملابس. 80 ل 85% من البضاعة بتروح على الكباب للأسف. بنصح الكل يعني أنا لما يجي يشتري مثلا ملابس من هون إنه يغسلها. صحيح بيحكوا إنه بعض الملابس بتكون نظيفة، بس أنت يعني أنا قرأت على الموقع تاعهم إنه يفضل إنك تغسل الملابس. أنا بحس إنه عندهم شوزات جدا مميزة، ألعاب الأطفال جدا مميزة زي ما أنتم شايفين هون. طبعا كنت تطلعوا على هذا الاشي، شايفين هاي الالوان، كل اسبوع بحطوا لون معين على البضاعة، او كل لون له خصم. يعني مثلا اللون الاصفر بعتبر انك بتاخذ سعر المنتج هذا بخصم 50% من سعره. فانت انتبه للستيكرز اللي بيكون محطوطين. شايفين هون مثلا هذا بلو ستيكرز. طبعا كل اسبوع في عندهم لون محدد ومعين بتقدر تحصل على خصم منه. اجمالا هاي شايفين معي هاي الشوزات، هاي تفرج على شوزات مميزة. مثلا هذا الشوز كم سعره؟ هذا الشوز جميل جدا، عمرته 40. المفروض يكونوا حاطين سعر. هاي هذا حقه $40، مرتب الشوز. طبعا هذا الجودويل من المؤسسات الخيرية اللي جدا ممتازة، اللي بتشغل عدد جدا كبير، آلاف الموظفين بتشغلهم. زي ما ذكرت لكم انه 60% من الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة او ما بيتكلموا اللغة الانجليزية. طبعا هون عندنا هون التشينجينج روم، تقدر تغير مثلا اذا بدك مثلا تختار اواعي، بتقدر غرفة القياس هناك. طبعا هون اصحاب الانترنت هون هذا قسم للشوزات وملابس للاطفال. شوف هذا الشوز البيبي حقه $1.
والله حلو هذا الشوز. هون برضو لساتنا احنا في مكان للأطفال. هذول أبصر شو هذول شكلهم للحافات أو الإحرامات ممكن تكون. الهوملس كثير بيستفيدوا منه، بيجوا بيشتروا يعني أواعي داخلية، بيشتروا ملابس، بيشتروا بوات، بيستفيدوا من العروض زي ما حكيت لكم الألوان هاي. هون مخدات، هذا حلو شايفين مخدة حقها $3، تحطها بالغسالة بتطلع جديدة يعني، جدا ممتازة اللي بده يأثث بيت جاي جديد. هون القسم الشتوي، شايفين هذا الكوت، كوت للمطر تاع ديزني، حلو. طبعا هون لا تاعون الأطفال، ألعاب الأطفال يعني بحطوا لك إياهم بشكل مجموعات. هاي كريمات مثلا حقها $7، مجموعة من الهايجين. يعني الناس هون بتشتري وبترجع بتبيعهم عن الإنترنت، بتربح فيهم. يعني تشتري مثلا هذا $5 بتروح بتبيعه $10، بقلبوا البضاعة عن طريق الإي بي. فناس متخصصة جدا بهاي البضاعة. شوفوا هذا قفص العصفور والله مميز، مميز جدا. كان سعره هذا حقه $10. قفص العصفور حلو. هون عندك تحت ألعاب للأطفال، هون زي البريد، very nice. هون قسم اللوحات الفنية. طبعا هون زي ما بتعرفوا انه الكفر هذا او البرواز نفسه الفريم غالي جدا في امريكا انك تحصل فريم. فهون مجموعة من الخيارات ممكن تشتريها. يعني هذا حقه $4. الفريمات جدا ممتازة هون. هون أصحاب الذوق الرفيع اللي بحب الرسمات يعمل ديكورات. مش ضروري تجيب جديد يعني، خاصة الأمور هاي يعني اللوحات هاي بحس إنه مش ضروري إنك تجيبها جديدة. أدوات المطبخ هون جدا مميزة. يعني هون بصير الشغل الصح. هون بتلاقي الأدوات اللي ممكن تقدر تبيعها على الإنترنت. يعني مثلا هاي جميلة جدا، هاي بتروح بتبيعها $10. الناس بتشتري عن طريق الإنترنت. هاي مزهرية، هاي $6. شوفوا هاي السيارة لفت انتباهي، حقها $7، جميلة. هذا كامل، هذا هيك كامل، سعره مش محطوط سعر هون عشان ماسك التلفون شوي صعب. أدوات الرياضية هون للي حابب يمارس الرياضة. عندك عصا جولف بس شوي غالي يعني، هذا حقه $20. اللي بده يلعب جولف بده يدفع. أدوات هاي الأنتيكا، أدوات المطبخ جدا حلوة ومميزة. طبعا هون احنا حاليا هذا المكان اللي بعشقه، هون المكان اللي جدا بحبه. هاي الادوات الكهربائية بتلاقي لك شغلات جدا حلوة جدا مميزة. هاي الطابعة عندهم طابعة بكرتونتها يعني قديه حقها، مش محطوط هون. هذا الجهاز هاي عدة كمان حلو والله شغال. ديوو هذا من أحسن
الأجهزة طبعا حقه $50، جديد بتحصله $120. هذا جدا ممتاز. كيف بتلاقي هون بين الكراكيب بتلاقي لك شغلات جدا مميزة وبتقدر تبيعها اونلاين تكسب فيها، او اذا بتحتاجها لاستعمالك اليومي. هون سلات القش، هاي علاقات، العاب الاطفال طبعا بشكل كثير كبير. طبعا هون قسم اللي هو الكتب. إذا عندك، أنا بحب الستوري تاعون الأطفال يعني صراحة، إيش يعني تاخذ لك مجموعة الستوري للأطفال هون جدا حلوة. حابب تتصفح هون DVDs، أفلام و DVDs. هون عندنا للأدوات الكهربائية، هاي مثل هاي اللمبة جدا حلوة، $6 يا بلاش. غلط تيجي هون تتمشى وتتفرج وتتنور. إذا عندك قسم بتحب انك تروح تشوفه، هذا المكان كثير مميز. الناس يعني في كل الطبقات، مش بس الطبقة الفقيرة، الناس اللي بدها تعمل مصاري عن طريق الانترنت كمان بتيجي هون. الناس اللي مثلا بدها تشتري شغلات مستعملة برضه ممكن تيجي هون. اشي كثير حلو، كثير مميز. هون اغلبيتها ملابس، هون ملابس مميزة، تلاقي اشكال والوان. هون اكسسوارات جميلة، ناس تتبرع بكل اشي يعني. هون شناتي نسائية، شغلات جدا حلوة. هون المجلس العربي حلو والله. هاي الطاولة المكتب هذيك بتذكرني في مكان للدراسة. هيك عندنا كنا ندرس في مقاعد مثل هيك حقه $6. هاي الخزانة حقها $44. خزانة التلفزيون هاي، هذا النظام القديم. هذا للناس الكبار بالسن، بيحتاجوا انه مثلا لما يطلعوا مكان يقعدوا، حقه $25. شايفين؟ طبعا يوم الاثنين هو افضل يوم ممكن تروح فيه وتحصل فيه على خصومات. خصومات يعني بتوصل مثلا القطعة ب99 سنت. انا بحب اروح على مكان اهدى، يعني كل منطقة تختلف عن الثانية. طبعا في مناطق بتلاقي فيها بضاعة جدا مميزة وبأسعار جدا رخيصة، لأنهم بصلهم الدونيشن كل يوم، فبيعملوا خصومات أكثر، بيعملوا عروض أكثر، بتلاقي البضاعة اللي عندهم مميزة. فأنا بفضل إنك تروح على المناطق الراقية أو مناطق المنيحة وتحصل من هناك، تكون الأسعار أفضل. يعني شو رأيكم تشتري من هون؟ عندك مشكلة إنك تشتري من هاي المحلات؟ احكوا لي بالتعليقات. هذا في أمريكا جدا مميز، الناس بتحبه يعني، لأنه قائم على تبرعات الناس، رواتب الموظفين برضو من أرباح المحل. طبعا هي منظمة غير ربحية، يعني ما في أرباح، يعني ما بتربح الشركة من ولا إلى المنظمة نفسها. شو رأيكم احكوا لي. هذا الستور شفنا كثير شغلات مميزة وحلوة.